وزير الدولة للشؤون الخارجية يعقد محادثات رسمية مع سفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا. وزير الصناعة الإثيوبي يؤكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير هدر أبرا محادثات رسمية مع سفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا السفير عبدي محمود بيبي. وخلال اللقاء أكد السفير هدر أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين إثيوبيا وجيبوتي، مشيرا إلى أنها تقوم على مصالح ثنائية وإقليمية مشتركة تخدم استقرار المنطقة. وجدد وزير الدولة التزام إثيوبيا بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب دعم جهود التكامل الإقليمي. ومن جانبه أكد السفير عبدي التزام جيبوتي بتعميق علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا والعمل المشترك من أجل تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين. وسلط الجانبان الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في دعم السلام والأمن الإقليميين، كما شدد على ضرورة عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المرتقب لمناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الصناعة الإثيوبي ملاك اللبل أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة، بما يعزز دورها في دعم التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار في المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة، حيث شدد الوزير على التزام الحكومة بتعزيز التصنيع من خلال حزمة واسعة من التدابير الداعمة تشمل تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين. وأوضح ملاك أن هذه المجمعات تلعب دورا محوريا في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الإثيوبي في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن المستثمرين العاملين في المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة يستفيدون من انخفاض تكاليف الاستثمار وسهولة الوصول إلى المدخلات الزراعية، إلى جانب الدعم الحكومي الكبير. وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تولي المجمعات الصناعية الزراعية أولوية قصوى لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها التنموية. وفي هذا السياق تعكس مبادرة إثيوبيا تامرت صنع في إثيوبيا التزام الحكومة بدعم هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجمعات الصناعات الزراعية المتكاملة. تسلط الاحتفالات بذكرى 90 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية والمقرر إقامتها في الفترة من 23 وحتى 27 من يناير عام 2026 الضوء على المسيرة البطولية لهذه المؤسسة الوطنية وما قدمته من تضحيات وإنجازات رائدة في تاريخ البلاد.
وفي مؤتمر صحفي أكد العميد بروك سيفو قائد الفرقة الجوية الأولى في القوات الجوية الإثيوبية أن القوات الجوية ظلت على مدى أكثر من 90 عاما مؤسسة بطولية مرموقة لعبت دورا محوريا في حماية سيادة إثيوبيا والدفاع عن مجالها الجوي. وأوضح العميد بروك أن القوات الجوية اطلعت كذلك بدور مهم في تطوير التعليم والتدريب في مجال الطيران إلى جانب تمثيل إثيوبيا بصورة مشرفة في بعثات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى أن برنامج الاحتفال سيشمل سلسلة من الفعاليات الوطنية والدولية الكبرى المصممة لتعزيز المشاركة العامة والترويج للتميز في قطاع الطيران وتوطيد التعاون مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين. أكد رئيس إدارة إقليم بنشانغول غوموز أشادلي حسن أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يعد إنجازا وطنيا عظيما تحقق بإرادة الإثيوبيين وبفضل مبدأ ما الدمر القائم على العمل المشترك والتكاتف. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى نقاش عقد في مدينة قوبا موقع سد النهضة تحت شعار سد النهضة من أجل نهضة إثيوبيا. وأوضح رئيس الإدارة أن الإثيوبيين تمكنوا من تشييد السد رغم التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن إنجاز المشروع بنجاح يجسد قدرة البلاد على تحقيق نتائج كبرى عندما تتوحد من أجل هدف وطني مشترك. كما أضاف أن سد النهضة لم يقتصر دوره على توليد الطاقة بل أسهم أيضا في خلق فرص استثمارية مهمة لإقليم بنشانغول غوموز. وأشار شادلي حسن إلى أن بحيرة نيغات المتشكلة خلف السد ستلعب دورا محوريا في تنشيط السياحة والزيارات تدفق الزوار إلى المنطقة بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية. وشهد المنتدى النقاش الذي نظمته وكالة الأنباء الإثيوبية مشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس نواب الشعب، حيث جرى التأكيد على الأبعاد الوطنية والتنموية لسد النهضة. أكد سفير الهند لدى إثيوبيا أنيل كومار راي أن الهند الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الآن تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا في مسيرة إثيوبيا نحو تنفيذ استراتيجيتها الرقمية عام 2030. وأوضح السفير راي أن هذه الاستراتيجية سترسخ قاعدة متينة لتطوير البلاد، مؤكدا إيمانه بقدرتها على إحداث تحول شامل في مختلف القطاعات. وأضاف أن الهند ستعمل مع إثيوبيا لتحقيق نتائج عملية ملموسة تشمل تقديم القروض للمواطنين وتوفير الدعم المباشر للمزارعين وخدمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب تتبع دقيق لحالات الإقامة ومواءمة المهارات مع متطلبات التنمية الاقتصادية. وأشار السفير إلى أن هذه الخطوات بالغة الأهمية للاستفادة القصوى من قدرات جميع الأفراد داخل الاقتصاد الوطني. وفي حديث عن الاستراتيجية التي أطلقت مؤخرا، أوضح راي أن الخطة تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت من الجيل الخامس لجميع سكان إثيوبيا تقريبا، إلى جانب توسيع شبكة الإنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية لربط المدن بالمناطق الريفية. أعلنت اللجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث أن الحكومة الاتحادية تولي أولوية قصوى لتوفير مساعدات غذائية إنسانية متواصلة للمواطنين المقيمين في الملاجئ المؤقتة بمختلف أنحاء البلاد. ونفت اللجنة بشدة ما وصفته بالادعاءات الكاذبة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم ترك النازحين دون أي دعم إنساني.
وأوضحت اللجنة أن النازحين داخليا في المنطقة الشاملة الغربية من إقليم تيغراي وتحديدا في منطقة أسجيدي داخل مأوى هيتسات المؤقت يتلقون مساعدات غذائية إنسانية كاملة ومنتظمة دون انقطاع. وأشار البيان إلى أن سكان مأوى تلقوا مساعدات منتظمة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، حيث استفاد من الدعم 14,413 نازحا خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأشار البيان إلى استمرار التحديات التي تواجه العمل الإنساني في ظل الإدارة الإقليمية المؤقتة، مؤكدا استعداد الحكومة الاتحادية لتقديم دعم إضافي كلما دعت الحاجة. وشددت اللجنة على أن مسؤولية ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات النازحة بالشكل المطلوب تقع على عاتق الإدارة الإقليمية المؤقتة والسلطات المحلية، بما في ذلك تحديد ومعالجة أي ثغرات في عمليات التوزيع على المستويين الإقليمي والمحلي. كشف مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبي شفر تكلا مريم أن ما تعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي تواصل ممارستها القديمة المتمثلة في استغلال المجاعة لتحقيق مكاسب سياسية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح المفوض بأن الجبهة تنشر ادعاءات كاذبة تزعم حرمان النازحين في إقليم تيغراي من المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن هذا السلوك يعكس نمطا تاريخيا معروفا في تسييس الأزمات الإنسانية. وأشار إلى أن الادعاءات الأخيرة بشأن ما يسمى الجوع في مأوى هيتساس المؤقت بمنطقة السجيد تتبع النمط ذاته، حيث تروج وسائل إعلام موالية للجبهة ومدونات موجهة للمغتربين ومنصات التواصل الاجتماعي صورا وتقارير غير موثوقة عن حالات جوع ووفيات. ورغم استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الإقليم دون انقطاع، أعرب شفر عن شكوك جدية حول الاستخدام الفعلي لهذه المساعدات، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في مصير الموارد الإنسانية التي أرسلت إلى الإقليم. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. وزير الدولة للشؤون الخارجية يعقد محادثات رسمية مع سفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا. وزير الصناعة الإثيوبي يؤكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل المجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله.